الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمي الكريم الذي أتى وعلم المتعلمون، أتى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نتكلم عن الموت الذي يغفل عنه كل إنسان في الحياة، الموت الذي يأتي فجأة، الموت الذي لا يمنعه حصن ولا يمنعه أي شيء في الحياة. اجتمع 3 نفر على أن يضعوا خطة للموت، اجتمع المريض والطبيب وصانع الدواء. مات المريض ومات الطبيب ومات صانع الدواء وبائعه ولمن اشترى. الموت رجل قوي شجاع يتسلق الجدران، لا يحتمى منه بقناع ولا يستتر منه بحصون. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيدخل الفرح فيقلبه إلى حزن، ويلتقم الطفل الرضيع من ثدي أمه، لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، لأن الله كتب على كل الكائنات الفناء، وكتب لنفسه البقاء، لقول الله عز وجل: كل من عليها فان. فالموت ليس له ميعاد منذ أن ولد الإنسان وأطلق سهم الموت، لا يعلم متى سيدركه ولا في أي مكان سيأتيك، ولكنك تيقن بأنه آت. مهما طال بك الزمان ومهما طال بك الأيام والشهور والسنين، اعلم أنك ستموت وتلقى الواحد الذي ليس مثله شيء. اعلم أنك ستموت وتلقى الواحد الديان. اعلم أنك ستقف أمام الله وستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. والله لو جعل الإنسان الموت نصب عينيه ما فعل شرا قط وما عصى الله قط، ولكن الحقيقة المؤلمة، الحقيقة الراسخة، أن الموت آت، فإن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، فإن كل غد بناظره قريب. فإن كل غد بناظره قريب. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شفى الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك.